هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسلامة. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد بعد غياب طال شهرين وشوية. كل مرة أنا أعوف القناة وارجع لها، نسوي لها شوية نشاط ونعوفها من وراء التفاعل الضعيف. المهم رجعت لكم اليوم بفيديو جديد وروتين جديد، إن شاء الله يا رب يعجبكم. خلونا لايك ببداية الفيديو إذا عجبكم، وعلقوا لنا تعليق حلو. تابعوني على الانستغرام، ثبت الانستغرام، وراح نبدي وياكم الفيديو. شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب كلكم بخير وصحة وعافية. شكو ماكو، هاي وين هاي الغابة. اليوم رجعنا بالروتينات. روتين اليوم بلشت أرتب المطبخ وأغسل المواعين حتى أبدي بالغداء. أحب أطبخ على نظافة، المطبخ نظيف، أخلي جدري، وبعدها شنو يطلع عندي من مواعين أغسلها جوا إيدي حتى ما يصير المطبخ هوسة، وتبقى عندي بس مواعين اللي أصب بها الغداء أغسلها وخلص. حتى المطبخ أنظفه قبل الغداء. مثل ما تشوفون خلصت المواعين وخليت التبسي مال الدجاجة منقعتها بالخل والحامض وهاي السوالف، وخليتها بالفرن. وقلت خلي اليوم أسوي تمن عدس، كلش أحبه. وما سويت يعني مرقة أو سوب، هو الصلصة مال الدجاجة نفسها، وناكلها ويا الدجاج والتمن العدس والمقبلات الباقية. بلشت أغسل بالتمن والعدس شوية، العدس تطلع بيه شوائب، فأغسله هواية لحد ما ينظف وأنقعه. وهنا أنا فار المي مالتي، وخليت التمن والعدس حتى وراها يستوي، وأصفيه أو أبزله شلون انتو تقولون. وهذا روتيناتنا وهاي حياتنا، وهذه شغل البيت اللي ما يخلص. وكان بوقتها يوم سبت، ما كان اكو دوام، فقاعدة اشتغل براحتي. يعني كل مرة الدوام يعني اوقت التليفون واقعد شوية من وقت حتى اجهز الغداء، حتى يجون الاطفال من الدوام يلقون الغداء جاهز. ولهم مو كلش يعني اكالين، يعني ما يسوون واهس واحد يعني يطبخ اكلات ومدري شنو، لو ياكلون لو ما ياكلون، بس المهم انه اكو غدا موجود، لان اذا ماكو راح يقولون ماما احنا جوعانين. هذا الشي احنا يعني معروف عندنا. وهنا جهزت المقبلات مالتنا وكل شي جاهز والحمد لله. فالتمن هنا أنا عندي هماتين خليتها على نار هادئة، والدجاجة مالتنا هماتين صحيح هي اتقطمت رجيناتها. بس يعني اهم شي الطعم، يعني هي لان استوت وصغيرة مو كبيرة فشلعت يعني انقطمت. فقلت خليني انظف المطبخ، اكنسه بالمكنسة. كلش هاي المكنسة زينة وفادتني، وشفط سريع مالتها. بس المهم انه ننظف الخزان مالتها، لان الخزان مالتها صغير، لما ينترس تقوم ما تشفط يعني قوي، بس هي كلش يعني سحبها قوي ما شاء الله يعني، وفايدتني. قلت خلي اكنس المطبخ وارتبه لحد اخر شي حتى اصب الغداء تبقى عندي بس مواعين الغداء اغسلهن ونروح نقعد، وما عندنا كل شي وامورنا تمام والحمد لله. هذا المطبخ فرشته فرش كامل، كان بيه نواقص واماكن طالعة، وهاي فرشته فرش كامل. تعرفون اطفال وهاي وباردة ومطبخي كبير، فاكثر بيت يعني اكثر مكان عندي بالبيت هو المطبخ بارد. وبهالشكل صار مطبخنا لوز تمام التمام، كل شي جاهز. هسه راح ابدي اصب ويكون غدانا جاهز. والله اصلا يعني حرامات اصب لكم اكلوا الجدر.
وهذا غدانا صار جاهز. وسهمكم ألف عافية. هذا التصوير صار له أسبوع تقريبا، هذا الأسبوع الثاني عليه، وأني ما قدرت أمنتجه ولا قدرت أسجل صوت لأنه صار عندنا ظرف يعني، والتهيت بيه ويا ابني اسم الله عليكم بنفس اليوم بالليل، وقع وانكسرت ايده وظليت ملتهية وياه أسبوعين، وهذا حالي وياه صار الأسبوعين جبسوا ايده مرتين. الحمد لله وشكر على كل حال. وإن شاء الله هذا الأسبوع نفتح ايده ونشوف إذا الكسر بعده أو لا. صار عنده خلع وكسر، الحمد لله الخلع راح بس الكسر جبست ايدين المرة الثانية. الحمد لله والشكر. هاي بعد حوادث الأطفال ما تخلص. ومع ألف سلامة. باي باي.